السلام عليكم الإخوة الكرام. أحوال طيبة. بزاف ديال الدراري كيسولونا على دياسك لومبرياج، كيقول لك كيفاش نعرفوا أن الدياسك ديال لومبرياج ماتوا، غير من خلال أننا نسيركيليو بالموتور ديالنا نعرفوا أن دياسك لومبرياج واش خاصهم يتبدلوا ولا مازال صالحين. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نطرقوا لهاد الأسباب باش أنك تعرف أن دياسك لومبرياج ماتوا عندك في الموتور. السبب الأول هو أنك كتكون غادي بالموتور 4 أيام، الموتور عندك كيولي يغوت فيه الغوت ولكن السرعه ما كايناش، كيغوت ولكن السرعه ما كايناش، الموتور كيولي مخنوق. انت غادي 4 ايام وكتحس بالموتور بحال الا غادي غير 3 ايام. دائما ان الموتور كيبقى يطلب منك انك تزيدو فيتاس الخامس، وبعض المرات كتنسى وكتورك على الفيتاس، كيحسب لك انك راك انت دير غير 3 ايام. هذا سبب باش نعرفوا ان الديسك ديال لومبرياج ماتوا. هذا السبب الاول. السبب الثاني هو الجليساج. الموتور عندك كيولي جليسي، كدير مثلا 3 ايام ولا 4 ايام، كتغفل الموتور كتكسيري ليه، الموتور كيعض عاد كيطلق هذيك السرعه ديالو، كيعض وكيطلق، كيولي جليسي. هذا هو السبب الثاني باش نعرفوا ان دياسك لومبرياج ماتوا. والسبب الثالث هو ان الديبار ما كيبقاش عندك في الموتور ما كيبقاش فيه الديبار. يعني هادو هما الاسباب باش نعرفوا ان الدياسك ديال لومبرياج ماتوا، بلا ما نحلوا الماكينه، بلا ما نحلوا هاد الكارطيره، نعرفوا ان الدياسك ديال لومبرياج راهم ماتوا من خلال اننا نسيركيليو بالموتور ديالنا نعرفوا واش خاصنا نبدلوا الدياسك ديال لومبرياج ولا مازال صالحين. وهاد الموتور راه ماتوا لي دياسك ديال لومبرياج. ان شاء الله فاش غادي نبغيو نبدلوهم ليه، غادي نشريو الدياسك ونجيبو ان شاء الله نبدلوهم. غادي نوريكم الطريقه ديال التركاب ديال الدياسك ديال لومبرياج، وكيفاش انك تكالي البينيو ديال لاطاك، والطريقه ديال التركاب ديال الدياسك.